في يوم حر جدا في الصحراء، الفرخة العملاقة البيضة كانت ماشية بتدور على مية. فجأة شافت مخلوق صغير شكله غريب واقع على الأرض ومرهق. ده كان البوكيمون الأصفر بيكاتشو. الفرخة قربت منه وسألته: مالك يا كابتن؟ قالها بصوت ضعيف: كنت بدافع عن أصحابي واتصابت ومفيش معايا طاقة أكمل. من غير تفكير الفرخة خدت بيكاتشو على ظهرها وبدأت تطير بيه ناحية الواحة القريبة رغم التعب والحر. وصلت فعلا وسقته مية وضلت جنبه لحد ما فاق. لكن بعد يومين جت عاصفة رملية خطيرة كانت هتطير الفرخة في السماء، وبيكاتشو شافها في خطر. من غير تردد شحن طاقته كلها وضرب كهرباء قوية فوق راس العاصفة ففرقتها. بس بعدها بيكاتشو وقع من الإرهاق والفرخة مسكته حضنته بجناحها وقالت: دلوقتي إحنا عيلة مش بس أصحاب. ومن اليوم ده بقوا دايما مع بعض، كل واحد فيهم جاهز يضحي علشان التاني.